مين قال إن المجوهرات دي جديدة؟ دي جدتي كانت لابساها قبل ما يبقى ترند في رمضان. فاكرين إن النقوش والكتابة العربي على المجوهرات دي موضة جديدة؟ طب تعالى أوريكم إن أجدادنا كانوا سابقين الترند ده من سنين. كل الحلي اللي هنتفرج عليه دلوقتي ده تراث مصري أصيل. أول حاجة هكلمكم عنها هي الكردان، قطعة تقليدية الست المصرية كانت دايما بتلبسها في الريف وفي الصعيد، وما كانتش بتلبسها كمجوهرات وخلاص، ده رمز للقوة وللمكانة. وكانت قطعة أساسية من زينة العروسة، وكان ليه أشكال وأسماء كتير قوي. كردان عش العروسة، وده رمز لبداية بيت جديد، وده كان بيدل على كرم العريس ومكانة العروسة. كل نقش وقطعة فيه ليها معنى اجتماعي. الكردان الصعيدي أشهر كردان عندنا، معروف بضخامته ونقوشه القوية، كان بيعكس الهيبة والغنى، وكل ما كان أتقل كل ما كان رمز للمكانة أكبر. حلق خاتم سليمان ارتبط قديما بالحماية والبركة، وكان زمان بيتلبس في معتقداتهم للحفظ من الحسد. الحلق المصري التراثي المعروف، وده كان دايما بيبقى كبير وملفت، وفي الأغلب بيكون عليه نقش يدوي، وده كان بيعبر عن الأنوثة والثراء في نفس الوقت. حلق عزيزة، وده ارتبط بالمرأة صاحبة الشخصية القوية، وكان منتشر في الريف المصري أكتر وليه حضور مميز جدا. حلق مشخلعة، وده كان بيميز بتفريغاته الكتير وحركاته مع الإضاءة وصوته المميز، كان بيبان فخم جدا خصوصا في المناسبات. كل الحلي اللي شفناه ده من التراث المصري الأصيل، وتحديدا تنفع لكل مناسبات رمضان. ولو عايزة تعرفي أكتر إزاي تلبسي المجوهرات، أنا سارة، ارجعي اتفرجي على كل الفيديوهات. رمضان كريم.